عشان كده لما تيجوا تطبقوا السنة وتمشوا عليها وتقرروا ان انتوا تبحثوا عن حاجة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعملها، وتلاقوا ان هي كانت حاجة مفيدة جدا وكل حاجة كانت فيها صح. ده اللي حصل لما قررت ان انا ابحث عن التمر. قررت ان انا اشوف ايه هي فوائد التمر، ليه ناكل تمر، ليه من السنة ان احنا ناكل تمر. واكتشفت حاجات كتيرة جدا جدا التمر مهم فيها، والتمر فعلا بجد بيكون مفيد فيها للجسم، ولكن لو اكلناها باعتدال. ففيديو النهارده هيحصل ايه لجسمك لو اكلت 3 تمرات يوميا. هيحصل حاجات كتيره جدا كويسه، فان شاء الله الفيديو يفيدكم. اول حاجه هي هنتكلم عن هو التمر اصلا بيحتوي على ايه. التمر بيحتوي على سكر. السكر ده اللي هو الجلوكوز والفراكتوز، لان هو بيعتبر من الفاكهه، فالفراكتوز ده هو سكر الفاكهه. بيحتوي على مغنيسيوم، حديد، بوتاسيوم، الياف، وكل دي حاجات مهمه جدا جدا لجسمك. ازاي؟ الجلوكوز والفراكتوز دول مصدر للطاقه. اول حاجه الجلوكوز ده مصدر اساسي للطاقه، يعني لما بيدخل جسمك الدم بياخده وبيبدا ان هو يستخدمه. الفراكتوز بقى الجسم بيبدا ان هو يحوله لجلوكوز. يعني كمان ملناش دعوه، يعني كمان بيساعد على الحرق وبيساعد على نشاط الجسم، فهو بيحول الفراكتوز لجلوكوز. فاول حاجه مصدر للطاقه كويس جدا. بعد كده عندنا البوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيكون مفيد جدا جدا للقلب، بينظم ضغط الدم هو بينظمه. فالبوتاسيوم بيكون مهم لعضلة القلب. بعد كده عندنا الألياف. الألياف مهمة جدا جدا للي عندهم إمساك. أي حد عنده إمساك هيلاقي الدكتور بينصحه إن هو ياخد فايبرز، ياخد ألياف. فالتمر يعتبر من الفواكه، فالتمر فيه ألياف، هو مفيد جدا جدا لمرضى الإمساك. غير كده كمان ان هو فيه مضادات للاكسده، فهو مفيد للالتهابات، فمفيد للمخ جامد جدا. والمغنيسيوم برضو بيكون مفيد لمرضى ضغط الدم. وهو حرفيا في كمية عناصر بتكون مهمة جدا جدا ومفيدة جدا جدا للجسم، ولكن تاني لو استخدمناه باعتدال. طيب، في بقى ناس بتقول انه التمر محدش ياكله في الدايت لان التمر بيتخن. لا، انا كان عندي حاله كنت بتابع معاها، كانت ما بتفطرش اول ما بتصحى، تمام؟ فالحاله دي كانت بتحب ان هي تشرب قهوه. كنت بكتب لها ان هي الصبح تاكل 3 تمرات قبل القهوه، خست معايا اول اسبوع مثلا في حدود 5 كيلو، متخيلين؟ وكانت بتاكل كل يوم 3 تمرات. فالتمر مفيد جدا، بس لو احنا اكلناه باعتدال واكلناه في وقت يكون كويس فيه، ووقت الجسم يعرف يحرق فيه كويس جدا. حاجة او خرافة تانية ان مرضى السكر ما ياكلوش تمر. لا، بصوا، مرضى السكر ليه ما ياكلوش التمر وما ياكلوش العنب؟ المشكله في الجلوكوز، انه انتوا بيكون التمر وبيكون العنب فيهم جلوكوز وفيهم سكر كتير. فلو الجسم اخدهم وامتصهم دي هتكون حاجه وحشه جدا ليهم، هيعلي جلوكوز الدم وهيعلي السكر في الدم جامد جدا. طب احنا بنعالج ده ازاي؟ بيكون تحت اشراف طبي. مش هقدر ان انا اقول لكم ازاي، عشان خاطر لو انتوا اتبعتوه ممكن يكون مش كويس للحاله بتاعتكم، ممكن يكون مش كويس لحاله جسمكم، فساعتها هكون انا كانت ذنبكم، وده حاجه انا مش عايزاها. فبيكون تحت اشراف طبي، يعني بيكون الدكتور بتاعك هو عارف جسمك بيحرق ازاي، جسمك بيستخدم السكر ازاي، جسمك امتى بيبقى السكر فيه عالي امتى لا. فهيقول لك لو انت عايزه تمر او عايزه البلح، يعني امتى تاكليه وتاكلي منه قد ايه. فدي بالنسبة للخرافات. هو ابدا ابدا مش بيتخن، هو كله على بعضه اصلا 3 تمرات ب70 سعر، فمش بيتخنوا خالص على فكرة، بس لو احنا استخدمناهم صح واكلناهم في وقت صح. بس حاجة تانية مهمة ان هو ما ينفعش لمرضى الكلى والسكر، يعني اللي عندهم مرضى الكلى والسكر لازم ياكلوه يا جماعة، او يعني يكون تحت اشراف طبي. لازم الدكتور يتقال له ان انا عايز اكل تمر، فهو يقول له ياكلوا امتى وازاي. فهو كويس جدا جدا جدا. ايه فهو كويس جدا، وهو مش بيرفع السعرات زي ما قلت ولا بيرفع سكر الدم، بل بيدينا طاقة وبيعالج عندنا حاجات كتيرة جدا. فممكن نعمل تحدي مع بعض ان احنا مثلا لمدة 30 يوم او شهر نجرب ان احنا ناكل 3 تمرات الصبح، ونشوف ده هيفرق في جسمنا ازاي، ونشوف ده هيعمل معانا ايه. صدقوني بجد
بيكون حاجه كويسه جدا، بيغير المود كمان جدا، وبيدينا طاقه كتيره جدا. فجربوها وقولوا لي استفدتوا ايه، وقولوا لي لو انتوا اصلا كنتوا من الناس اللي بتاكل تمر، قولوا لنا تجربتكم مع التمر عامله ازاي. ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد.